السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. دلوقتي كنت عمالة بقرأ في الكتاب بتاع سلم إبليس أو سلم، يعني هي السين عليها ضمة فسلم إبليس. بتاع مازن مصطفى. الكتاب ده أنا قرأته زمان، وبعدين لقيتني إن أنا مخططة فيه كتير كده، ملحوظات كتير. والكتاب ده أنا فاكرة كويس قوي إن أنا أخدت منهم منهج كده. أنا ناسية الكلام، بس هو يعني منهج قلبي كده، مش عارفة أقولها إزاي، بس هو لمس قلبي قوي. بقت حاجات خلاص أنا يعني بانفذها كده تلقائي، شربتها جدًا، بس ممكن أكون مش فاكرة المعلومة إيه. بعدين قُلت طب أنا عايزة أفتكر في حاجات، وخصوصًا إن هو كتاب سهل كده، و ومن الكتب اللي أنا كنت قايلة إن اللغة العربية فيها كويسة، بحيث إن الواحد يحاول ينمّيها برضه شوية. المهم إن أنا كنت في الكتاب في الحتة بتاعة التزكية، و وعمّالة بقى وأنا باقرأ أعمل سكريبتات بقى، وعايزة أفيد غيري وقروا الكتاب ووصلت لي إزاي ونشارك بعض، الحاجات اللي بتشجّع الواحد، يعني بتشجّعني أنا ذات نفسي وبتشجّع غيري. وبتخلّي المعلومة تثبت أكتر لمّا باقعد أشرحها. المهم إن أنا في الأول كنت حاجات إيجابية أوي ومعلومات إيجابية أوي، هي جاية في السكة. بس أنا دلوقتي استوقفتني آية مرعبة أوي، مرعبة أوي. الواحد يعني ما عرفش يمسك دموعه، يعني ما أعرفش، هو الواحد فجأة خاف واترعب وحس إن هو لأ، يعني يا لهوي! لأ أنا يعني مش مهم كل حاجة تروح في الدنيا، مش مهم الدنيا كلها، بس لأ يا لهوي بجد. اللي هي في سورة الجاثية آية 23: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أنا ممكن أحط لكم كمان الآية بصوت يعني شيخ متمرس كده وقراءته أحلى، ويستخدم كده المقامات واللي هو صوت حزين، والحاجات اللي هي بتحسسك بالآية قوي دي، وبتوصل لك المعنى كده من القراءة. بس أنا بحب الشيوخ اللي بيعملوا كده قوي، مش بس يعني تلاوة جيدة، ولكن كمان يبينوا في صوتهم الاستفهام، ويبينوا في صوتهم الخوف، ويبينوا في صوتهم الأمل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ف... فالآية دي مرعبة، يعني إنك ممكن مثلا لو وقعت كذا مرة ورا بعض وما قلتش لنفسك لأ كذا مرة ورا بعض تكون منهم. أصل كلنا بنقع، كلنا ضعاف، بس من رحمة ربنا علينا، يا رب يديم علينا نعمة، إن بنرجع تاني نبكي ونقول يا رب لأ ارحم ضعفي، يا رب ما تسيبنيش كده، لأ يا رب أعوذ بك من سوء نفسي، وأعوذ بك من هوايا، وأعوذ بك من ضعفي وقلة حيلتي. يا رب كلي ملكك، عقلي ملكك، قلبي ملكك، جسمي ملكك، يا رب أنت تملكني فاصلحني. فبترجع على طول تقول يا رب أنا ضعفت، بس أنا يعني عايزة أقول لأ. أنا لسه عندي الرغبة الداخلية إن أنا أقول لأ، فعيني خد بإيدي، خد بإيدي إن أنا أقول لأ للحاجة اللي بتغضبك. ف فلو الإنسان ما اعرفش لأي ظرف إن كان، يعني يعني فضل فترة واقع من غير ما يقول لأ، يعني فضلت شوية كده هواه هو اللي سايقه، ممكن يبقى منهم. دي صعبة قوي. ممكن يبقى فجأة كده أم، يتختم على سمعه وقلبه وبصره، وما يبقاش شايف وما يبقاش سامع حد، ويبقى محبوس جوه الحتة دي، بس مش عارف يخرج، واللي حواليه مش عارفين يخرجوه غير بس بإرادة ربنا، وغير بس بمشيئة ربنا. طب هو ايه اللي ممكن يعمل كده اصلا؟ لو انت انسان مثلا طول حياتك بتحاول انك انت مهما حصل ومهما وقعت، فانت بتتوب على طول وبتكفر على طول، وبتحاول ان هو ما تبقاش حاجة تزعل ربنا جامد. هو كله بيزعل، يعني هو
هي كلها يعني كل الذنوب ما ينفعش بقى نقعد نقول أصل دي صغيرة ودي كبيرة. لأ، هو أنت الفكرة إنك جواك تؤمن إن هي لو حتى حاجة صغيرة أوي بس هتزعل ربنا يبقى بلاش تعملها. بس ساعات الواحد بييجي يقول إيه، لأ يعني مش مستاهلة الواحد ياخد ذنب في حاجة زي كده، يعني مش مستاهلة. مش الحاجة الدنيوية الفظيعة اللي تغرك يعني. ساعات الإنسان بيقول لنفسه كده إنه إيه، لأ مش مستاهلة مش مستاهلة دي. وبعدين ده بيشجعه إنه يقول على كله مش مستاهلة بقى، يعني ما هو برضه لو هو فضل على الحاجات الصغيرة يقول مش مستاهلة، إن شاء الله ربنا يقويه إن هو يقول مش مستاهلة على الكبيرة برضه، فاهمين الفكرة؟ بس هو مؤمن من جواه إنه حتى الحاجات الصغيرة هي ما بتتقاس بصغرها ولا كبرها، هي بتتقاس انت بتعصي مين يعني، ما يعني هتزعل مين، هتبعد عنك ايه، انت كنت مثلا وصلت لمرحلة ايه، والذنب الصغير اللي استهونت بيه ده وقلت عادي، هيحرمك من ايه، هيحرمك مثلا من ركعتين كنت بتخطفهم كده بالليل، من حفظ كنت بتحفظه تيسير عليك في الحفظ، من علم كان بيتفتح لك، يعني ما هو برضو بتأثر، الموضوع بيأثر جدا. انت انسان لو بيعرف يراقب نفسه كويس هيلاحظ يقول انا حاسس ان انا اتحرمت من حاجات معينة. طب ليه يا رب انا عملت ايه؟ تكاد تكون في مجتمعنا شايفها عادية، ايه ستوريز بأغاني، يعني ايه أفلام ومسلسلات، يعني ايه يعني الحاجات دي، ايه يعني مش عارفة تلات ارباع دراعي باين وايدي باين يعني. تكاد تكون في مجتمعنا حاليا عادي، ما كله عادي شايفها عادي، بس هي عند ربنا مش عادي، وهي ما كانتش بالنسبة لك في الأول عادي، انت انسحبت وانت مش واخد بالك أصلا. الفكرة بقى دلوقتي انه يعني بجد ممكن الإنسان لو فضل فترة كده مش مركز او استهون او عمل حاجة هو شايفها عادية، بس هي يعني هزت مكانتك، زعل منك، ربنا زعل منك بجد. ممكن خلاص يعني يعاقبك شوية او يبتليك شوية بالحرمان ده، مش عارف بجد، دي مرعبة قوي. بس انت برضو ستيل مؤمن من جواك، يعني انت ستيل مؤمن من جواك انه لا يا رب، انا واثق انك بتحبني، انا بحبك قوي يا رب، وانا واثق انك بتحبني، ومش كلام يا رب، انت بتشوف انا بجاهد ازاي ان انا اعمل كل حاجة انت تحبها رغم ان هي بتبقى تقيلة عليا قوي. انت بتشوف يا ربي انا ازاي بحاول اقولك ان انا بجد بحبك، انا بجد بسعى بحبك، فاكيد يا رب مش هتسيبني، صح؟ انت برضو ستيل مؤمن ان ربنا عمره ما هيبقى مشيئته ليك او ارادته ليك حاجة وحشة، انه يضلك او يختم على قلبك وسمعك. بس انت استهونت بقى، ما هي بقى دي الفكرة بقى، انك انت استهونت بحاجة صغيرة تكون هي بقى السبب في كل ده. ايه يعني شهادة في البنك، ايه يعني كريدت كارد، ما انت استهونت ايا كان بقى اللي مستهون بيه ايه، ما هو برضو ما احنا مش عارفين، ما انت مستهون بقى فانت بتتقرس وانت حاسس انك مقروص، يعني انت حاسس انك في الحتة دي، بس انت ستيل بتتمادى وستيل بتقول لنفسك أعذار وحجج مش هتفيدك في الآخر. حد وصل له، حد فاهم؟